طبعا يعني متبع كويس جدا وتقليد رائع، واحنا بنشجع اولادنا على ازاي يبقى عندهم وعي بيئي وازاي يحافظوا على نظافه مجتمعهم ومدرستهم، وده شيء كويس جدا يعني يحسب للجمعيه اللي منظمه المسابقه دي والتكريم ده. وانا سعيده ان انا شاركت في حاجه زي كده النهارده، لان هو ده هدفنا ان احنا ننظم بيئه، ان احنا نعلم اولادنا ازاي يبقى تربيتهم زي ما انت سمعت الاغاني الجميله الوطنيه اللي بيزرعوها في الولاد، الزمن الجميل الوطني والمشاعر الطيبه، لان زي ما قال سياده الرئيس احنا محتاجين ثوره اخلاقيه فعلا عشان شبابنا واطفالنا اللي طالعين دول يهتموا بالوطن ويعرفوا مصداقيه القياده السياسيه والثقه بين القياده وبين الشعب، وده مش هيحصل الا لو تبنينا الافكار دي في الاطفال الوطني. مبروك خالص يا استاذ نائب المحافظ، اتمنى الفتره الجايه نفتح استقرار معانا في العجمي. ايه الجديد بالنسبه للعجمي المشهور؟ انا مستعده ابقى محافظ العجمي. ايه الجديد بقى بالنسبه للعجمي الفتره الجايه؟ لا الجديد انا شايفاه من وانا داخله قبل العجمي، شايفاه من اول الطريق السريع لغايه مبنى الحي وانا جايه لغايه هنا في نظافه غير عاديه. انا جيت العجمي من شهر كان في يعني تراكم في القمامه، النهارده انا مش شايفه ده ولا على الرصيف ولا على جزيره وسطى ولا حاجه ابدا. الاثنين فعلا في نظافه وفي تطور، سد اللواء بالليل وبالنهار في الشارع، في حملات ازاله لاشغالات الطريق، حملات ازاله للمباني، نظافه. الحقيقه ربنا يديله الصحه، وانتم بقى بمساعده المجتمع ده هيأدي كويس. ساعات سياده